معلومات مهمه جدا وخطيره جدا عن اطقم التوزيع، انتوا اول مره هتسمعوها. بس اتمنى الاول نعمل لايك ونعمل شير عشان خاطر الفيديو ينتشر ويوصل لكل الناس، عشان خاطر تخلي بالها. اول حاجه في اطقم التوزيع عندنا طقم التوزيع الاستانلس. طقم التوزيع الاستانلس ده مهم جدا، اللطقم الاستانلس واللطقم الالومنيوم وبنستخدمه فيهم. ولازم نشتريه يكون استانلس اصلي 18 على 10، والمغناطيس ما يمسكش في القلب الاستانلس ذات نفسه. اما بالنسبه لطقم التوزيع السيليكون، دي طقم مهمه جدا وبقت جديده وبقت كل الناس بتستخدمها، بس في منها المضروب وفي منها الاصلي. الاصلي يا جماعه هو لما بتضغطوا على حرفه كده بيفضل لونه شفاف زي ما هو. اما اللي بيبقى داخله بلاستيك او مواد تانية بتدوس على الحرف ده تلاقوا الحرف بتاعه لونه بقى ابيض، وده اللي بيعمل رغاوه في الاكل وبيبقى مش حلو، وده بيبقى مسمم جدا. فنخلي بالنا واحنا بنشتريه عشان هو مجرد مش طقم توزيع. اما بالنسبه لطقم التوزيع الخشب، انا من اكتر الناس اللي ما بنصحش بيه او ما بحبوش او ببيعه وانا متازم كده في البيع. ليه بقى؟ لان الخشب من الحاجات اللي لو انت استخدمتيها في الميه وفي الاكل بعد ما بتركنيه عشان ينشف بيبدا يعمل بكتيريا اللي هو مطرح الاكل. فالخشب ده بيبقى زي نظام تربه او بيئه كويسه جدا للبكتيريا، فبتبدا تكتر فيه وبتتفاعل فيه. فانت لما بتيجي تستخدميه بعد كده ممكن يضرك او يسبب لك اي امراض. حتى لو احنا ركناه شويه وبعد كده جينا نشمه هنلاقي ريحته مش حلوه. يا اما ما نجيبوش ونجيب الحاجات البدائل ديت، او ممكن قبل الاستخدام او بعد الاستخدام نحطه في خل او ليمون عشان خاطر البكتيريا دي تموت ونقدر نستخدمه تاني. دي معلومات مهمه جدا عن اطقم التوزيع. اتمنى ان احنا نعمل لايك ونعمل شير عشان خاطر كل